أهلا بيكم. إيه الحاجة اللي ممكن تكون في جيبك طول النهار وممكن تخليك غني وأنت قاعد في مكانك أو تصرف فلوسك على الفاضي من غير ما تحس؟ هي مش سحر ولا شعوذة، هي أداة بتستخدمها كل يوم. بس يا ترى هو إيه المفتاح اللي بيحول الأداة دي من مجرد تسلية لمكنة فلوس؟ خليكم معايا لحد آخر الفيديو عشان نعرف إجابة السؤال دوت ونفهم إزاي تليفونك ده ممكن يغير حياتك المهنية. اهلا بيكم يا شباب. النهارده هنتكلم عن موضوع بيمسنا كلنا. احنا عايشين في عصر التطبيقات. حياتنا كلها بقت عبارة عن ايقونات على شاشة موبايل. عايز تاكل تطبيق، عايز تروح مشوار في تطبيق، عايز تحول فلوس في تطبيق. التكنولوجيا ما بقتش رفاهية، دي بقت هي الهوا اللي بنتنفسه في سوق العمل والخدمات. وفكرة انك تدور على شغل او تدور على صنايعي شاطر بالطريقة التقليدية بتاعت انك تنزل القهوة وتسأل او تمشي في الشارع تدور على يافطة، دي خلاص بدأت تنقرض. عشان كده ظهرت تطبيقات كتيرة هدفها انك تكون الوسيط الذكي بين انها تكون الوسيط الذكي بين اللي انت محتاجه وخدمة اللي بتقدمها. النهاردة بقى معانا تطبيق واخد صيت كبير في سوق المصري واسمه بيشرح هو بيعمل ايه بالظبط. تطبيق شغلانة. تعالوا بقى نفصص التطبيق ده سوا. تطبيق شغلانة فكرته بسيطة ومباشرة جدا، وهو منصة بتهدف إنها تجمع بين أصحاب المهن الحرة والحرف زي السباك والنجار والكهربائي وفن التكييف وحتى المدرسين والمحاسبين، وبين الناس اللي محتاجة الخدمات دي. يعني لو انت صنايعي أو فني وشاطر في مهنتك، التطبيق ده المفروض إنه سوق مفتوح ليك عشان تلاقي زباين قريبين منك. ولو انت عميل عندك حنفية مكسورة أو عايز تدهن الشقة، التطبيق ده بيوفر لك ناس تقدر تنجز لك المهمة دي بأسرع وقت وبأقل تكلفة. طب ازاي نستخدم التطبيق ده بشكل صحيح عشان نطلع منه بأكبر فايدة؟ أول حاجة، بعد ما تحمل التطبيق من جوجل بلاي بتسجل حساب جديد. لو انت مقدم خدمة يعني أو صنايعي، لازم تختار المهنة بتاعتك بدقة وتحدد المنطقة الجغرافية اللي انت شغال فيها. وهنا بقى التركاية، لازم تهتم ببروفايلك. حط صورة شخصية واضحة، اكتب نبذة عن خبرتك بأسلوب محترم، ولو في صورة لشغل سابق ليك ارفعها. العميل لما بيشوف بروفايل فاضي بيخاف، لكن لما بيشوف شغل حقيقي بيطمن. أما لو انت عميل فالموضوع بسيط، بتكتب طلبك وتحدد مكانك وتستنى العروض تجيلك أو تتواصل مع الفنيين المتاحين. نيجي بقى للنقطة اللي كلكم مستنينا، وهي ايه مميزات وعيوب شغلنا. نبدأ بمميزات. تطبيق وجهته سهلة ومش معقدة، أي حد يعرف يقرأ ويكتب هيعرف يتعامل معاه. كمان ميزة القرب الجغرافي بتوفر وقت ومواصلات كتير إنك تلاقي شغلانة في الشارع اللي وراك، دي ميزة قوية. وكمان التنوع، التطبيق مش مقتصر على السباكة والنجارة بس، لأ ده فيه تخصصات كتيرة جدا. طيب، بس طبعا الحلو ما يكملش. عشان نكون أمناء لازم نتكلم عن العيوب والواقع اللي شفناه في تعليقات المستخدمين في البلاي ستور. عايز أقول لكم إن أكبر شكوى متكررة من الصنايعية والفنيين هي نظام النقاط أو الباقات. تطبيق عشان يخليك تشوف رقم العميل وتكلمه ويطلب منك تشتري رصيد أو باقة. المشكلة فين بقى؟ المشكلة إن الناس كتير اشتكت إنهم بيدفعوا رصيد عشان ياخدوا رقم العميل، ولما يتصلوا العميل ما يردش أو يطلع الرقم غلط أو تكون الشغلانة راحت لحد تاني. فده بيخلي الصنايعي يحس إنه إيه، دفع فلوس على الأرض. كمان في شكاوي من قلة التحديثات في بعض الأوقات، وإن الدعم الفني ممكن يتأخر في الرد على المشاكل دي واسترداد النقاط اللي ضاعت. بالنسبة للعملاء، بعضهم اشتكى إن مفيش رقابة كافية على كفاءة الصنايعي. يعني ممكن يجيلك حد مش شاطر قوي لأن التطبيق مجرد وسيط، مبيعملش اختبار فني للصنايعي قبل ما يسجل. طب لو شغلانة دوت مش مناسب ليك أو واجهتك في أي مشاكل، ايه البدائل المتاحة في مصر؟ عندك طبعا العملاق أوليكس أو دوبيزل، قسم الخدمات فيه نشيط جدا ومجاني لحد كبير. في كمان تطبيق مورجان، وده شغال كويس في إعلانات الوظائف والخدمات. ولو بتدور على شغلانات فريلانس، عمل حر يعني في مجال الكمبيوتر والترجمة، فعندك موقع خمسات أو مستقل. وطبعا مننساش جروبات الفيس الخاصة بكل منطقة، دي لسه لحد النهاردة أقوى منافس لأي تطبيق.
لأنها مجانية وفيها تفاعل سريع جدا بين أهل المنطقة الواحدة. في النهاية نرجع للسؤال الغامض اللي بدأنا فيه الفيديو: ايه هو المفتاح اللي بيحول الموبايل والتطبيقات دي من مجرد أداة لمكنة فلوس؟ الإجابة هي إرادتك انت وسمعتك. التطبيق سواء شغلانة أو غيره هو مجرد باب، لكن اللي بيخليك تكسب وتعمل فلوس بجد مش التطبيق نفسه، لكن هو أسلوبك في التعامل مع العميل، أمانتك في الشغل، صبرك في بناء اسم لنفسك. لو معاك أحسن تطبيق في العالم وانت بتكسل أو شغلك مش مظبوط، مش هتعمل مليم. ولو شغال ببوست على الفيسبوك بس بتراعي ربنا في شغلك، تليفونك مش هيبطل رن. لو عجبك الفيديو واستفدتم منه متنسوش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نتابع سوا كل جديد في عالم التطبيقات والتكنولوجيا اللي بتخدم حياتنا اليومية. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.